حد فيكم يعرف ايه اللي هيحصل له بعد الموت؟ طبعا لا. طب حد يعرف يعني ايه حياة البرزخ او عالم البرزخ اللي بعد الموت؟ اكيد منكم ناس قرت وعرفت يعني ايه عالم البرزخ. طيب انا جاي النهارده اشرح لحضراتكم ونزود معرفة بعض عشان لو حد منكم ما يعرفش يعرف. بس في مفاجأة في اخر الحلقة هتفرحكم. عايز اقول لكم عالم البرزخ حاجة غيبية مفيش حد يقدر يطلع عليها. طب ايه الحكاية وعرفنا كل ده ازاي واكتر من كده كمان هقوله في الحلقة، فخليكم معايا. بس يا ريت بعد اذنكم ممكن ننزل تحت ونعمل اللايك عشان تنتشر الحكاية ونقول على الله حكايتنا. السلام عليكم اعزائي المتابعين والمشاهدين في كل مكان من كل انحاء العالم العربي. بص يا سيدي، الحياه اللي احنا بنعيشها ديت مش حياه ابديه، لان لكل اجل كتاب زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز، ولابد من النهايه الحتميه مهما طال العمر، وهي الموت. والموت هو خروج الروح من الجسم زي ما احنا عارفين، ووقتها بيفقد الجسم قيمته بالكامل لما تخرج الروح منه، وكمان بيفقد سلطانه وماله وكل اللي شغله عن ذكر الله حتى اسمه، لان عند الدفن بيقولوا فين الامانه، ومش بيقولوا فين فلان ولا علان، ومش هياخد غير عمله الصالح بس. وبعد الدفن بيتحول الجسم لرماد ملوش اي قيمه، اما الروح فبتتنقل من الدنيا لعالم البرزخ، ومش للجنه او للنار زي كل الناس ما بتعتقد ده. وفي تشبيه تاني، زي تخيل انك واقف على شط بحر وعايز تعدي للجنب التاني، فلازم انك تعدي عن طريق ايه؟ البحر، وهو ده البرزخ. وهنتكلم النهارده عن عالم البرزخ، المرحله اللي بعد الموت. وزي ما ورد في الاحاديث ان الانسان لو مات واتدفن بيجي الملكين وبيسالوه من ربك؟ ما دينك؟ ومن رسولك؟ واللي ربنا بيوفقه في الجواب بيبقى في نعيم، واللي مش بيتوفق في الجواب بيبقى في عذاب القبر. وفي الحقيقة عالم البرزخ حاجة غيبية محدش قدر يطلع عليها بالرأي أو بالعقل البشري، ولكن بناخد من الكتاب والسنة. وكلمة برزخ في اللغة معناها الحاجز بين حاجة وحاجة، وقال عنها العلماء إنها مرحلة بعد الموت، يعني المرحلة اللي بين الدنيا والآخرة في انتظار يوم القيامة والحساب الأعظم. وأطلقوا عليها في العلم الحديث اسم العالم الأثيري، لأن في فراغ هايل في الكون، وفي فراغ جوه الأجسام الصلبة وجوه الذرة نفسها. وعايز أقول لكم إن الأرواح بتعيش حرة طليقة في الفراغ المهول ده في الكون، وكمان بتقدر تخترق الحواجز بكل بساطة. والأرواح بتتنقل في عالم البرزخ بسرعة جدا، قدرها العلماء إنها بتعادل تقريبا 50 ضعف سرعة الضوء. يعني لو ضربنا سرعة الضوء 50 في 3000 كيلو متر، يعني 15 مليون كيلو متر في الثانية، هي ديت سرعة الأرواح والله أعلم. ممكن نقول إنه بعد ثاني غير الأبعاد اللي احنا نعرفها، فممكن الروح إنها تروح أينما تشاء وقتما تشاء، ومفيش وجود لقوانين الزمان ولا المكان ولا الجاذبية، فكل شيء متاح. طب السؤال المهم، إزاي بتكون الحياة في عالم البرزخ؟ هقول لك يا سيدي، الأرواح في عالم البرزخ بتكون سعيدة أو حزينة، وده لأنها بتعرف مكانها يوم القيامة على حسب أعمالها في الدنيا. وربنا سبحانه وتعالى بيوصف حياة الصالحين في القرآن الكريم وبيقول فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. الأرواح بتعيش حرة في البرزخ بين السماء والأرض من غير إنها ترتبط بالقبر والجسم. وكان في معتقد قبل الإسلام، كان في بعض من الناس بيحطوا في القبر الأكل والأنوار عشان بيعتقدوا إن روح الميت مرتبطة بالقبر وبتفرحوا. لكن الحقيقة إن مفيش علاقة بين روح الميت والقبر، والأرواح بتسمع كلام قرايبهم وتتأثر بدعواتهم الصالحة وبتزورهم في أي مكان من غير ما حد يشوفهم أو يحس بيهم. والأعمال الكويسة
هي اللي بتنفع الميت في عالم البرزخ. يعني العلم النافع او الصدقة الجارية او الولد الصالح او انك تغرس شجرة مثمرة وغيرها من الاعمال الصالحة اللي بترفع درجات الميت عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى البرزخ هو مكان بين السماء والارض او بين الدنيا والاخرة بتتجمع فيه الارواح لحد قيام الساعة والحساب. وزي ما قريت وعرفت ان الارواح في عالم البرزخ بتكون مختلفة من ناحية الدرجات، لان في ارواح في حواصل الطير بتسرح في الجنة، وارواح في عليين يعني المرتبة العليا، وارواح محبوسة عند باب الجنة، وارواح بتبقى في الارض، وارواح في نهر من الدم بتتحدب بالحجارة، وارواح عن يمين سيدنا ادم وعن شماله، وارواح بتتحبس في القبر بسبب الدين، وارواح مكانها عند باب الجنة، وارواح في قناديل، وارواح قاعدة تحت العرش، وارواح محبوسة في الارض، وارواح محبوسة في مكان من نار بيتسحبوا في نهر من الدم، وارواح الانبياء بتكون في اعلى المنازل في الرفيق الاعلى، زي ما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لحظة الاحتضار كان بيقول الرفيق الاعلى. وبيكونوا مختلفين من ناحية الدرجات والمراتب هم كمان. وكمان عندنا ارواح الشهداء هم احياء عند ربهم يرزقون، زي ما قال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. ونيجي بقى لارواح العصاة زي اللي غفل عن الصلاة المفروضة بيتشق راسه بالصخرة، والزاني والعياذ بالله بيتعذب في فتحة فيها نار من تحتيه، وكتير من اصناف العذاب والكل معصية عقابها. وقال سليمان الفارسي ارواح المؤمنين في برزخ من الارض بتروح حيث شاءت، وارواح الكافرين في سجين النار. وقال الامام احمد ارواح المؤمنين في الجنة وارواح الكافرين في النار. وقال مجموعة تانية ان ارواح المؤمنين عند ربنا في الجنة بشرط ان مفيش كبيرة من الكبائر او دين يمنعهم. وقال الطائفة تانية انهم في وسط الجنة على بابها بيأتيهم من رزقها ونعيمها ما يطلبون. ومعظمنا بيتفق على وجود مرحلة بعد الموت اللي هي البرزخ والبعث واليوم الاخر والحساب الاعظم، لكن في بعض الناس مفيش عندهم ايمان بكده، وبيعتقدوا ان بمجرد موت الانسان ودفنه بيتنهي كل حاجة. طيب هو في هناك ادلة منطقية بتقول ان في مرحلة بعد الموت والبعث واليوم الاخر بعيد عن الكتاب والسنة والمصادر؟ في الواقع ايوه في. ركزوا معايا في اول واحدة. اول دليل معانا اللي هو النوم، الموت الاصغر، والنوم شكل من اشكال الموت. ازاي النوم دليل على البعث؟ بيعتبروا النوم لغز من الغاز جسم الانسان. هناك كتير من النظريات لكن مش دقيقة. اقول والله اعلم ان من الاهداف الجميلة جدا عند النوم اننا بنشوف البعث او عالم البرزخ. لما بنصحى من النوم بنقول دعاء الاستيقاظ وهو الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا، كنا اموات واحيانا الله. يبقى كده كل يوم بنشوف البعث واليوم الاخر. وكمان في اوقات بيحلم ناس مننا انه بيطير في السماء وبيروح لاماكن اينما يشاء وقتما يشاء من غير اي قوانين، وكأنه في عالم البرزخ فعلا. الدليل التاني الروح سر الحياة. وكلنا بنتفق ان بداية الانسان كانت نطفة مفيش فيها روح، ونهايتها هي جثة مفيش فيها برضو روح. طب ايه اللي خلى الانسان مميز؟ سر الحياة يعني الروح. المسألة مش في اللحم والعظم والعضلات والخلايا، انما السر الحقيقي في الروح. فربنا اعطاك الروح من العدم، وبعد كده هياخدها منك في يوم، فهو قادر على ان يديها لك مرة تانية. فين المشكلة في كده؟ وبما ان هناك روح ولكل شيء مستقر، فالارواح كمان ليها مستقر قالوا عليها اسم عالم البرزخ. وفي نهاية الحلقة ممكن اعرفك حاجة هي غريبة شوية، واغرب ما في الموضوع والعجيب فعلا هو وجودنا من العدم. قبل 100 سنة كنت فين؟ وبعد 100 سنة هتكون فين؟ فكل حاجة بتدل على انه لا اله الا الله محمد رسول الله. لكن من يعرف ويتدبر. وبالنسبة لعالم البرزخ والبعث فاكيد هتشوفه وهتعرف حقيقته في يوم. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. وفي ملحوظة صغيرة عايز اعرفها لحضراتكم، ان هناك فرق بين عالم البرزخ وظاهرة البرزخ.
والاتنين اتذكروا في القرآن الكريم. وعالم البرزخ هو المكان اللي بين الدنيا والآخرة، يعني مرحلة بعد الموت، وهناك بتنتظر الأرواح فيها لحد يوم البعث، واللي اتكلمت عنه في حلقتنا النهاردة. وذكرها الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم لما قال: لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن وراءهم برزخ إلى يوم يبعثون. صدق الله العظيم. ظاهرة البرزخ فهي ظاهرة معروفة، فالبرزخ هو الفاصل اللي بيمنع اختلاط الماء العذبة مع الماء المالحة. وذكرها الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم لما قال: مرج البحرين يلتقيان بينهم برزخ لا يبغيان. ولحد هنا بتنتهي حلقتنا عن عالم البرزخ. يا رب اكون قدرت اقدمها بكل تفاصيلها، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشترك عندي. وليكم مني جزيل الشكر والاحترام، المحارب البرنس. شكرا لكم، شكرا.